السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي من هايبر وان. اتمنى ان انتوا لو اول مرة تشوفوني ولسه ما اشتركتوش في القناة ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، ونبدأ الفيديو ناخد اجر مع بعض ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اول حاجه جبتها هو الرز ده رز مس نور. ده كيلو كان عليه عرض ب26 جنيه بدل 30 جنيه. هي الرزايه بتاعته مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، يعني وسط. بيبقى حلو معايا لما بعمل رز بالشعريه، لكن انا لما بكون بعمل رز عادي مثلا ساده او الرز بتاع المحشي بحب ان انا اجيب الرزايه الاكبر من دي. جبت كمان الدقيق ده دقيق حلو الشام، ده 900 جرام مش كيلو. هو كان عليه عرض ب20 بدل 28. وجبت كمان الرز البسمتي ده نوع اسمه زمزم، ده كيلو كان عليه عرض ب55 جنيه فبدل 85، فالعرض بتاعه كان حلو جدا. والرزاية بتاعته حلوة يعني طويلة ورفيعة. ده كده الرز البسمتي اللي بيكون حلو لما تلاقوا الرزاية بتاعته طويلة ورفيعة. فالنوع ده لقيت عليه الخصم ده حلو قوي فجبت منه. جبت كمان الشعرية ده نوع اسمه رواية، انا اول مرة اجرب النوع ده. فلقيت الكيس ده 350 جرام، كان ب9 جنيه ونص. انا عامة في الشعرية ممكن بجيب اي نوع عادي، لان انا بعملها بالرز يعني ما بستخدمهاش في حاجة تانية غير ان انا بعملها مع الرز، فبجيب اي نوع. جبت كمان لسان العصفور الحروف ده انا ما بلاقيهوش كتير فما صدقت بصراحة ان انا لقيته، جبت منه كذا كيس. ده الكيس 350 جرام كان ب9 جنيه ونص. جبت كمان زيت الذرة ده 2 لتر وربع، ده برضو توب فاليو. كان عليه عرض ب185 جنيه، فالعرض بتاعه كان حلو. انا جربت النوع ده قبل كده والنوع ده حلو كويس معايا، يعني بيكون برضو اوفر من الانواع التانية. ومنتجات توب فاليو حلوة جدا لان دي منتجات هايبر وان، فهو بيعمل يعني الحاجات بتاعته بتكون، يعني المنتجات بتاعته انا مجرباه اكتر من مرة فالمنتجات بتاعته بتكون كويسة. جبت كمان اللبن ده لبن بالهنا 450 ملي ب14 جنيه ونص. بجيبه ان انا اعمل بيه عصير او بستخدمه مثلا ان انا اعمل مكرونة بالبشاميل. وجبت المكرونة ستار دي كيلو كان عليها عرض ب31 بدل 38. طبعا انا كنت عملت لكم قبل كده جولة كانت في جملة ماركت، فكان جملة ماركت عنده المكرونة بس مكرونة انواع تانية يعني كانت ب24 جنيه، فكانت بالنسبة لي طبعا اوفر من دي. انا ملقتش النوع ده في هايبر بتاع لمتنا او الانواع التانية اللي بجيبها، فاضطريت ان انا اجيب دي لان انا كنت محتاجاها. قلت بس على بال ما ابقى اروح جملة ماركت واجيب من هناك هيبقى فيه فرق كده بين النوع ده والنوع اللي انا شفته في جملة ماركت وبجيبه حوالي 6 جنيه، فطبعا كده هيكون اوفر لي ان انا اجيب من جملة ماركت. ودي سمنة روابي 700 جرام، كان عليها عرض ب79 جنيه. هو العرض بتاعها ما كانش كبير قوي يعني كان فيها توفير حوالي جنيه او جنيه ونص، لكن النوع ده حلو انا مجرباه قبل كده فجبت منه تاني. وده كاتشب ادمي، الكاتشب ده حلو جدا، ده 420 جرام كان ب46 جنيه. هو ما كانش عليه عرض بس النوع ده حلو جدا، انا دايما بقيت استخدمه ما بستخدمش اي نوع تاني غيره. وده كده نسكافيه جولد من ابو عوف، العرض بتاعه كان حلو انا مجرباه قبل كده، كان عليه عرض ب85 بدل 120 جنيه. وزبدة كريستال الكيلو كان عليها عرض ب112 بدل 125. جبت كمان صوص شيدر ده بتاع باندا، ده 900 جرام ب115 بدل 139. النوع ده انا اول مرة اجربه فهجربه وهشوف هيطلع حلو ولا لأ وهقول لكم. جبت كمان جبنة رومي كافيار، الجبنة بتاعتهم حلوة جدا، الكيلو ب279. الطبق ده كان 364 جرام، الطبق ده عامل 101 جنيه. جبت كمان الحلاوة الطحينية دي حلاوة طحينية باللوز، الكيلو منها ب128 جنيه، الطبق ده عامل 62 جنيه. ده كده شكلها. جبت كمان طبق البيض ده طبق بيض أبيض بتاع هايبر وان، ده 30 بيضة كان ب144 جنيه ونص. انا لما بلاقي في البيت في هايبر يعني فرق بينه وبين بره حاجة بسيطة، مش اغلى قوي لانه يعني ساعات بلاقيه اغلى بكتير من بره فبجيبه من عندهم، لان هو طبعا بيبقى اكيد من المزارع بتاعتهم فالعلف برضو بيفرق، بحس كده ان هو بيض بيكون فيه فايدة اكتر.
جبت كمان لبن جهينة ده لتر ونص، كان عليه عرض ب63 جنيه. بجيب اللبن ده مخصوص عشان اعمل بيه النسكافيه بالرغوة، لان انا مثلا لو استخدمت زي الاكياس بتاعت بالهنا اللي شفتوها بلاقي ان الرغوة ما بقتش موجودة، مش عارفة بيبقى ايه السبب. لكن جهينة حلو معايا، وبرضو المراعي بستخدمه، بس انا لقيت ده عليه عرض فجبته. جبت كمان خل سديم، ده 900 ملي، كان عليه عرض ب10 جنيه ونص بدل 11 ونص. ده كان ارخص نوع موجود هناك، فانا جبته علشان اعمل بيه دورة تنظيف للغسالة. وجبت خلطة شاورما فراخ دي بتاعة الضحى، دي ب14 جنيه. عايزة اقول لكم ان النوع ده حلو قوي في الخلطة دي، انا جربته قبل كده وكان جميل جدا. وجبت كمان جبنة فيتا دي من افانتي، دي جبنة طبيعية، دي 500 جرام، كان عليها عرض ب75 بدل 90. النوع ده حلو قوي، سواء هي قلتلكوا عليها قبل كده، سواء هي او رودس الطبيعية او ديليس، التلات انواع دول حلوين جدا. انا لما باجي اشتري بشوف ايه اكتر واحدة فيهم عليها عرض وبجيبها، فكانت افانتي المرة دي هي اللي عليها عرض. حاولوا ان انتوا تجيبوا الجبن اللي هي بتكون طبيعية، وتبعدوا عن الجبن اللي هي فيها زيوت نباتية، بجد بتفرق جدا سواء في الطعم او في الصحة. جبت كمان مسحوق غسيل توب فاليو، ده برضو من منتجات هايبر وان، ده كيلو، كان عليه عرض ب32 جنيه بدل 44 جنيه. بيبقى حلو قوي في الغسيل اليدوي، انا ما جربتوش قبل كده في الغسالة بتاعتي الاوتوماتيك، لكن بغسل بيه اي حاجة على ايدي وبيبقى حلو جدا. جبت كمان التركيبة دي بتعمل 5 لتر، دي بتاعت هايبر وان برضو من منتجاته اللي هي توب فاليو. دي كان عليها عرض، كان ب27 بدل 47 جنيه. دي بالتفاح، انا كنت جربتها قبل كده اللي هي بالليمون وكانت حلوة جدا. يعني حاولوا لو انتوا عايزين توفروا ان انتوا تجيبوا التركيبات اللي زي دي، بتبقى اوفر بكتير من اللي هي بتكون جاهزة. جبت كمان شاور الجل ده من بيور، ده لتر ونص، كان عليه عرض ب55 بدل 105. انا بجيب الشاور الجل ده مش بستخدمه بس شاور جل، لا انا كمان بستخدمه كغسول للايد بدل الصابونة العادية، يعني بحس ان هو كده اوفر. الصابونة معايا بتبوش بسرعة، فبجيب ده واستخدمه، بيكون تقيل كمان احيانا ان انا ممكن ازوده كمان شوية من المية، فبيدي معايا كمية وبيكون اوفر لي. جبت كمان جل الاوتوماتيك ده من فيلفيتا، انا اول مرة اجربه، كان عليه عرض ب90 بدل 146. فالعرض بتاعه كان حلو جدا، هو لتر ونص، فلسه بقى هجربه وهشوف هيطلع معايا ايه. انا جبته بس بصراحة علشان العرض بتاعه، يعني عجبني العرض بتاعه، فعلشان كده جبته، قلت اما اشوف هيطلع بقى معايا ايه. انا في العادي بستخدم اوكسي او برسيل، ما بستخدمش اي نوع تاني او ما جربتش اي نوع تاني، وكويسين معايا، فلسه هشوف ده هجربه برضو هقول لكم هيطلع معايا كويس ولا لا. جبت كمان الحفاضات دي حفاضات بيبي جوي اللي هي بتكون شورت، كان عليها عرض ب276 بدل 409، هي 52 حفاضة، ده مقاس 5. فالعرض بتاعه كان حلو جدا بصراحة. انا كنت شفتها في جملة ماركت كانت اغلى من كده، فلقيتها المرة دي ارخص من جملة ماركت، فاشتريتها من هايبر. ودي حفاضات فاين بيبي العادية، برضو كان عليها عرض، دي 80 حفاضة مقاس 4 ب400 بدل 495، فالعرض بتاعها برضو كان حلو جدا، والنوع ده برضو حلو في العادي مش الشورت. ودي كده كانت مشترياتي من هايبر وان. اتمنى لو عجبكم الفيديو ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.